fucking truck. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة الفيديوهات. معاكم ياسر عيد ياسين، متخصص في أعمال الديكور والرخام والجرانيت. النهارده هنشوف نعرف مع بعض النهارده حاجة النقطة بيقع فيها صناعية كتير. يعني أنا بشوف صور موجودة على الفيسبوك بيبقى فيها أخطاء كتيرة، ومنهم اللي أكبر خطأ اللي هو الزاوية. العينات الصناعية بتعمل الزاوية ديت غلط، إن كان فوق أو تحت. فهنعرف النهارده المقاسات اللي احنا بنستخدمها كان في الزاوية أو تقسيمة المطبخ بالكامل. تمام. الزاوية اللي معانا تحت ديت بتكون 80 في 80. بتكون 80 في 80، والقرصة الأساسية بتبقى 60. الأوامر اللي بنستخدمها للزاوية اللي تحت دي، لو القرصة 60 بننقص احنا 5 سم عن القرصة اللي هي هنا. يعني الأوامر بتاعتنا هنخليها 55. فوق الزاوية اللي فوق ديت بتبقى 70 في 70. القوائم بتاعتنا هتبقى 40 في الطول بتاعنا، 60 ماشي 70 ماشي، بس عرضها يبقى 40. والقرصة بتاعتنا يبقى عرضها 40، بحيث ان جزء القوايم القايم والحطة يبقى سوا بعض. لما نيجي نقفل الألمنتان يبقى الألمنتان قافل على الرخام. لا، في ناس بقى بتعمل ايه؟ بتجيب الحطه بتاعت المطبخ ديت اللي هي البدايه بتاع المطبخ المعلق، بتجيبها مثلا 40 والقايم تجيبه 42. لا، ده غلط. ليه بقى؟ ساعات ما يجي يتقفل المونتان بيعمل فراغ بين الرخامه والضرفه، فده طبعا غلط. فاحنا هنستخدم الحطه ديت 40 والقوايم بتاعتنا 40، بحيث لما يركبوا يبقى الاثنين سوا بعض. تمام؟ طيب، الأوامر اللي بتستخدمها تحت ديت بيبقى ارتفاعها 90. ارتفاع 90 ومنسوب 90 ده بيناسب أي حد، كان مثلا ست البيت طويلة قصيرة بيمشي مع أي حد مستوى 90. في ناس بتعمله متر وفي ناس بتعمله متر و10، ده الكلام ده كله غلط. المطبخ المستوى الأساسي ليه 90 سم كويس جدا. وطبعا قلنا الارتفاع اللي هو بيبقى بين المطبخ والقرصة اللي تحتنا ديت معاك من 60 ل 70، لا تقل ولا تزيد. حسب الناس اللي هم يستخدموا المطبخ بقى. قصيرين يبقى نخليه 60، يعني طول مظبوط يبقى 70 افضل. اللهم صل على النبي. الاوامر اللي فوق ديت نخلي معانا برضه من 60 ارتفاعها من 60 ل 70. خلي مثلا صاحب البيت حابب انه يكبر في الاوامر اللي فوق شويه الارتفاع، مفيش مشكله، بس هي ما تنقصش عن 60. هنشوف القصه بتاع الزاويه ان شاء الله، ونشوفها مع بعض في الفيديو بتاع المعلم محمود وهو بيعلمها وبيقصها. الفيديو اللي جاي بعد ده على طول ان شاء الله نشوفها مع بعض. وفي نهايه الفيديو يعني بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.